السلام عليكم، يا هلا والله متابعينا على قناة مواهب صحم. معنا أحد منظمين هذه البطولة. حدثنا شوي عن بداية عن البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكر قناة مواهب صحم على تغطيتها للحدث والمباريات، وجزاكم الله خير ما قصرتوا. الحمد لله رب العالمين. كانت البطولة مثل ما أنتم شايفين، استعدينا قبل انطلاق البطولة بأكثر من أسابيع. سوينا اجتماعات وجمعنا الشباب وعملنا كل التحضيرات وانطلقت البطولة، والحمد لله رب العالمين. اليوم لعبنا النهائي وختام البطولة مثل ما أنت تشوف يعني. كابتن أحمد، طبعا انتم قائمين بحملة تنظيف المقابر، هذه الحملة قائمة على فريق الساحل فقط؟ والله احنا تجمعنا كذلك شباب ريولة البدو والشباب القرى المجاورة وما قصروا. عملنا 3 حملات، وإن شاء الله في حملة قادمة. ما يعني الجو تو بارد وإحنا نحث الشباب، لأن هذه المقبرة تضم يعني ناس عزيزين وغالين علينا فقدناهم، ومظهر العام للمقبرة يعني ما يسر لا صديق ولا عدو بصراحة يعني. والشباب ما قصروا، اجتهدنا والحمد لله رب العالمين، وما زال العمل مستمر إن شاء الله. طيب. إن شاء الله ما مقصرين يعني. شوف أنت شفت الفعالية اليوم، هذا النهائي، وهذا بنقول كرنفال مصغر لهذه البطولة، وهذا كله جهود يعني ناس أشخاص معينة. إذا عندنا احنا ناس تدعمنا مثل الشركات ولا حد من رجال الأعمال، وإن شاء الله نظهر أحسن مستوى عن هذا المستوى. احنا هذا يعني كرة القدم تضم الشباب، تضم الصغير والكبير، كل الناس تشوفه وين في كرة القدم، في الرياضة بشكل عام، في الرياضة يعني في شباب ما يروح مكان، ولكن يروح لكرة القدم، يتابعوا يلعبوا كرة القدم، وهذا فائدة للولاية ولسلطنة عمان جميعا يعني. نعم، من خلال هذا المنبر وهو منبر الرياضة وكرة القدم، طبعا الأخ أحمد يوجه رسالة للداعمين اللي حاب يدعم في مجال تنظيف المقابر، فهو شيء خيري. طبعا اللي حاب يدعم التواصل على هذا الرقم اللي بيظهر في الشاشة إن شاء الله. الله يحفظكم، شكرا. لا والله تنظيم يعني صراحة كنا احنا مع الدوار وما شفت منهم الا الخير والتنظيم الممتاز والجميل يعني. هذا طبعا شيء يعني مفروغ منه صراحة، يعني شيء مفترض هذا الجيل اللي ما يترك كذا. هذا الجيل لازم حد يهتم فيه. مثل هذه الدورات كما تشوف انت هي اللي تجمع، هي اللي تبعد هذا الجيل عن المشاكل وعن بالفعل. والله العوائق لابد منها، لكن الحمد لله رب العالمين بجهود الشباب سوينا لجنة منظمة لهذه البطولة. شفت هذا الحفل بعد مستوى جدا رائع حقيقة، يعني جهود كانت ليل نهار الشباب يشتغلون حتى تشوف الملعب بهذه الطريقة وهذه النسق بهذا الشكل، يعني جهود كانت جبارة فعلا يعني تعمل. لكم يا اخي خايسه